حبايبي. بصوا الأحداث كده اللي بتحصل الفترة اللي فاتت دي، أنا ما كنتش راضية أطلع، بس قعدت أقول يا ربي سبحان الله، كل حاجة بتطلع قدامي بقول يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أنا مش هرد على اللاعب اللي كان عندنا وطلع قال فيلا وعربية وفلوس وشقة والكلام ده كله، لأن ما شاء الله جماهير الزمالك وهي صفوة جماهير كرة القدم طلعت ردت عليه بكل يعني أحلى ردود، اللي من قدام فيلته، من قدام عربيته، من قدام شركته، من قدام يعني. فالرد كان كويس. بس هو اللاعب ده يعني لو كان حد قاصد يخلي الناس تكرهه كده ما كانش عمل اكتر من اللي هو عمله. مش هقول لكم بقى انه كان بيحلف وبنتي ومش بنتي، ويجي ابراهيم فايق يقول له انت زي امام، يقول له زيه قد ايه شبهه، واسعاد يونس تكلم من المدام وتقول لها انا عرفت انك بتشجعي المنافس، تقول لها استحاله يكون حد قال لك، استحاله يا جماعه. انتوا مثال، انتوا مش مثال كويس لاي ناشئ. بس انا هرد عليك، جمهور اللي انت بتلعب عنده دلوقتي هو اللي بيرد بالكلام ده. يجي ينزل لك مثلا جمهور اللي انت بتلعب له دلوقتي في فرقته يقول لك ايه، عمرو السولية رفض عروض الزمالك وبيراميدز وراح سيراميكا حبا في النادي بتاعنا ومحدش عرض عليه اصلا. محمد شريف رفض كل العروض اللي بتجيله من الزمالك ومن كل الانديه علشان خاطر يجي عندنا. لاعب يا جماعة مخلص يستحق ان احنا نشيد بيه. يعني هم بيشيدوا باللاعب اللي بيرفض يسيب النادي اللي صنعه ويروح نادي الزمالك. عرفت رأيهم فيك ايه؟ بس هم الحاجة وعكسها. يعني ما دام الحاجة لمصلحتهم تبقى خلاص. زي كده امام شتم، لا احنا امام ما شتمش، بس احنا هنربيه عندنا، واحنا زي مدرسة تأهيل وإصلاح، واخدين بالكم؟ فهم رأيهم اصلا ان اللاعب اللي بيسيب وبيروح النادي المنافس هو بيبقى ايه، واخد بالك؟ بس هما الحاجه وعكسها. زي محمود ابو الدهب كده لما طلع قال اصل لا طبعا وسام ابو علي ده مش كويس وناكر للمعروف، والنادي بتاعنا هو اللي صنع اسمه وما يستحقش. وبعدين تساله طب ما هو زيزو، لا زيزو اصل لقى المبلغ اكبر ولقى العائد اكتر. فاللي هما الحاجه وعكسها. يعني في نفس اللحظه يقول على واحد ناكر ويقول على واحد عمل نفس اللي عمله ده. بالعكس، ده زيزو كان امير مرتضى بيقول انه كان بيسيب اسمه على باب النادي علشان خاطر الامن ما يعرفوش. امام نفس القصه، امام كتب على نفسه وصولات امانه واللي شهره وعمل نجوميته الزمالك. بن شرقي اسامه عرابي طلع قال قبل كده في كذا برنامج انه عرضوا عليكم وعلى الاداره وعلى المدير الفني، قالوا له لا ما يصلحش. بس عشان بس لما تيجوا تقولوا الزمالك ونيجي نقول احنا اكبر قلعه رياضيه وان اللاعب عندنا هو اللي احنا اللي بنصنع النجوم، ما حدش فيكم يتكلم. فهم انتوا الحاجه وعكسها. زي بالظبط جوز بنت رئيس النادي لما طلع يقول لك اصل احنا لما كنا بنلعب كونفدراليه كنا بنتكسف. بتتكسف ليه حضرتك؟ انت ما بتتكشفش على لعيبه الكوره ولا انت ما بتضيفهاش من ضمن البطولات اللي عمال تقول عليها اكثر تتويجا اكثر تتويجا، والدولاب والبوفيه والنيش مش ده مش من ضمنهم؟ هو ده مش نفس الاتحاد الافريقي اللي بينظمها؟ ما لعبتها ليه لما انت مكسوف قوي كده يا ابني؟ طب تنزل مكسوف ليه؟ طب مكسوف ايه يعني؟ كان وشك احمر ولا وشك في الارض ولا محرج؟ ولا ما لعبتها ليه؟ بتضيفها على بطولاتك ليه؟ كلام في منتهى اقول ايه العبث. العبث. يمسكوا، انت عارف انتوا دوركم، انتوا المجلس عندكم بيعمل ايه بقى له 3 سنين؟ ما بيعملش اي حاجه غير انه بيفاوض اي لعيب الزمالك عايزه. عمرو الساعي الزمالك هيفاوضه من الاسماعيلي، لا مليون دولار، 50 مليون، ما لعبش ماتش. راح فين؟ راح الجراج بتاع سيراميكا. احنا اي لعيب، ما انا برضو انا هقول لكم في الاخر، راح الجراج. عمرو الساعي، احمد القندوسي جبتوه عشان الزمالك بيفاوضه، هو فين؟ راح سيراميكا. اي لعيب عندكم بيروح الجراج. وبعدين تيجي تقولوا اصل الزمالك في انديه ما بترضاش تدي غير للزمالك، البنك الاهلي ما بيرضاش يدي غير للزمالك. السوشيال ميديا بقى بتاعتكم اللي كانت بتشتغل ايه؟ وانتوا كل لعيب بيجيبوا، طب بتجيبوا اللعيبه دي ب50 و60 ومليون و40 مليون وفي الاخر تخش الجراج ومحدش بيقول لكم الفلوس دي ليه؟ انتوا شغلتكم الشاغل الزمالك هيفاوض مين؟ احمد رضا. واللعبه كانت جامده بصراحه بقى من الزمالك. فاوضنا احمد رضا واحنا مش عايزين احمد رضا، احنا اللي بايعينه. عارفين ليه؟ عشان بدل كنتوا هتدفعوا 20 دفعتوا 52 عشان الزمالك هياخد 15% من اعاده بيعه. اديكوا دلوقتي بتقولوا اصل مش يمكن اللعيبه هي اللي عايزه تيجي عندنا. اهو وسام نفس الحكايه. وسام جايب عرض كبير انتوا مش راضيين تبيعوه لان النادي الاصلي اللي انتوا واخدينه منه عنده نسبه في اعاده البيع، فالنسبه لما هتتقسم عليكم وعليهم مش هتطلعوا بحاجه ومش راضي يجي.
ليه يا جماعه؟ ده نادي البطولات، ازاي ينكر؟ لا، وكل القنوات بتهاجمه، لكن كل القنوات كانت بتدافع. زي بالظبط موضوع حامد حمدان، الزمالك بيفاوض يقول لك واحنا يا جماعه عيب قوي اللي بتقولوه ده، يعني اداره النادي ولا الكابتن خطيب هو اللي هيكلم ويرفض انه يتباع للزمالك؟ تعال رجعك التاريخ، تعال رجعك كلام عضو مجلس الاداره السابق محمد عبد الوهاب بيقول ايه؟ احنا اي صفقه كان الزمالك بيبقى عايزها بناخدها حتى لو مش محتاجينها، لو اي لاعب كويس عندهم حتى واحنا خدناه لينا ولو مش محتاجينه بنجيب له عقد بره، حتى لو مدير فني. ما انا هفتكر لك ايه؟ زيزو خدتوه، بن شرقي خدتوه، امام خدتوه، احمد. ايوه انتوا تعملوا كده، انتوا خدتوا عمرو الساعي ده كنتوا محتاجينه؟ هو لعب ماتش؟ القندوسي ده لعب ماتش؟ عمر كمال عبد الواحد خدتوه، راح فين دلوقتي؟ برضو الجراج بتاع سيراميكا. حد بيحاسب؟ حد بيتكلم؟ حد بيقول يا جماعه يبقى تقولوا كده؟ لا، ده انا اقول واقول واقول، والتاريخ بيقول، التاريخ بيقول بالفيديوهات. حد بيطلع في برنامج يستضيف، لكن بقى لو واحد من لعيبه الزمالك ووكيله يجيبوا الوكيل ويجيبوه بيتكلم، وانت خدت ايه، وانت ليك ايه، وانت بتشتكي ايه، وانت الفلوس. بصوا ده زيزو اشتكى عشان له فلوس، يا مش عارفه مين عايز ايه. بص رموزهم بتشتم في بعض ازاي، بص رموزهم بتهاجم في بعض ازاي، دول مقطعين بعض. لا احنا عندنا لا يمكن ده يحصل. بقى لو لعيب سابق في الزمالك طلع مثلا، يعني انا عندي واحده صديقه تقول لك انا بحب كابتن حلمي طولان قوي عشان ساعات بيطلع يهاجم الزمالك، وعشان دايما يقول النادي العريق الاحمر العريق اللي. لكن اديكوا انتوا دلوقتي حد بيتكلم عن الهجوم اللي عامله كابتن مصطفى يونس، وفي الحق الراجل طلع بيقول حاجات شافها بعينيه وسمعها وعارفها وحاضرها. بتهاجم، السوشيال ميديا كلها بتاعتهم بتهاجمها، كل اللعيبه السابقين لما تطلع في برنامج تعالى اجراء تحقيقات سريعه وشطب عضويه. ليه؟ عشان واحد قال رايه بقى خلاص شطب عضويه وتحقيقات صارمه. مش بعيد نسحب الجنسيه منه زي ما سحبناها قبل كده، وطالب شوبير انه يتسحب من احمد المرغني. انتوا بقى تطلعوا تقولوا اصل احنا نادي ده عالمي وده نادي محلي، ما حدش يكلمكم. تطلعوا تنتقدوا النادي الزمالك، ما حدش يكلمكم. تطلعوا تتريقوا على ناس، ما حدش. لكن انتوا حد يجرؤ، وحد يجرؤ اصلا يطلع ينتقد؟ يطلع النهارده شوبير يقول لك اصل كابتن عماره بيهددني. كابتن عماره كل مشكلته ان كان مع كابتن محمود طاهر. كل ده بيحصل عندهم، يقول لك ده ما بيحصلش غير في الزمالك. احنا عندنا مفيش الكلام ده. احنا عندكم في كباتن انتوا مانعين حضورهم النادي واحتفالاتهم، زي كابتن مجدي عبد الغني ده على فكره كابتن تاريخي، جاب بطولات ولعب في كاس العالم. كابتن مصطفى يونس ابن النادي، مش جاي من النادي وهو عنده 17 سنه ولعب. انتوا برضو بتمنعوهم، انتوا برضو بتهاجموهم. يطلع النهارده يقول لك اصله بيهددني امبارح وهقدم بلاغ للنائب العام. يطلع النهارده على الصفحه يبعت مراسله خاصه واتساب على صفحته، الراجل ما قالوش حاجه، هو بيقول له الا بلاش انا. ما هو بلاش انا ليه؟ انتوا ماسكينه بقى تقطيع في البرامج ده. انتوا عاملين برامج في القناه عندكم، كل واحد اسمه ظهر النادي. انا ما بشوفش القناه، بشوف بقى على حاجات بتطلع لي على فيسبوك. ظهر النادي واحد عاملين برنامج عشان يرد على اي حد يجيب سيرتكم. انتوا بتقولوا للناس اوعوا تكتيم افواه، محدش ينتقد، محدش يقول لا مساس. احنا حاجه عظيمه قوي، ما ينفعش انك تهاجمها، احنا فوق الجميع، فوق الجميع. فطلع يقول له الا انا، يقول له اعتبر ده تهديد ذكاء، قال يعني عامل له فخ. لقد وقع في الفخ، لقد وقع في الفخ كابتن عماره. قال له بلاش انا ما بقبضش. هو هددك؟ قال لك ايه؟ يعني ده تهديد تصريحي. بس سبحان الله، كنت بتقولوا علينا احنا اللي بنشتم في بعض ورموز الزمالك بتقطع في بعض، كل ده عشان الناس بتنتقدكم. طالعين عاملين البرامج ليل نهار رد عليهم ومسلطين. اللي الراجل ده انا عندكم واحد اقسم بالله انا ما شفتلوش مره ولا فيديو ولا اعرف انه بيطلع عندكم في القناه، فارس وبني خيبه. كل يوم الصبح كانها وظيفه، كل يوم الصبح الاقي بوست في وشي اقول يا ربي طب هو بيطلع لي ليه؟ شتيمه وهجوم في الزمالك ولاعيبه الزمالك. وبص قالوا علينا ايه؟ بيقولوا علينا ان احنا بطولات ووكاله مش عارف اوريكم بقى احنا ما اعرفش ايه. انتوا بتتكلموش عن مشاكلكم، بتتكلموش عن اوضه اللبس، بتتكلموش عن اللعيبه اللي مش عايزه تجدد، على وسام اللي مش راضي يرجع،
على الصفقات اللي بتدفعوا فيها 50 و60 و70 مليون، وبتيجي تقعد ما تلعبش ماتش وتمشي. ما بتتكلموش على ان مروان عطيه عقده مش موجود وعايز يزود في عقده لو جدد، فطلع مش عارفه يعمل عمليه يعني فتق ومش هيلعب. امام اللي عايز يبقى عقده زي فلان. انتوا بتدفعوا رواتب. انتوا لو حسبتوا كده المرتبات في الاربع لعيبه اللي انتوا جبتوهم، مثلا امام، تريزيجيه، زيزو، بن شرقي، يوصلوا المليار وحاجه. ليه؟ هو انتوا بتاخدوا ايه؟ عشان هنقول بتاخدوا رعايه. طب والرعايه دي، الفلوس دي ما حدش، ده نادي حكومي. حد بيقول اللعيبه اللي جت بملايين دي زي عمرو الساعي وزي قبل كده القندوسي وزي اللعيبه دي، ازاي بتستغنوا عنها وتروح بعد كده لسيراميكا بدون فلوس؟ بعدين يقول لك اصل البنك الاهلي مش بيرضى يبيع غير للزمالك، لكن الجراج بتاعنا ده لا عادي. كله راح على هناك، كله راح على سيراميكا. والسيراميكا دي، طب انتوا بتاخدوا اللعيبه دي بفلوس ولا من غير فلوس؟ وبتاخدوها عشان تبيعوها واعاده بيع عشان مين؟ الناس دي ما بتسالش الحاجات دي ليه؟ المشاكل اللي عندكم دلوقتي دي حد بيقدر يتكلم عنها؟ يعني انتوا جايبين السطو. يعني النهارده اما اعرف ان جنش كان بيشتكي من نادي مودرن اللي ما خدش مستحقاته. قبل كده برضه انا حضرت بوبو ده ايام ما كان بقى المجلس الاداره في اسمه ايه ده، احمد دياب واحمد شوبير، وطلع قال لك انا ما رضوش يدوني مستحقاتي، عايز تروح بيراميدز مش هتاخد فلوسك. وده على ناس بعينيها يعني بالظبط. ما حدش ساله انت مستحقاتك فين ولا حد قدر يشتكي. النهارده جنش عشان عملوا برومو للبرنامج وكان هيطلع في برنامج وكان هيطلع يقول على برضه، هو برضه نفس النادي ما رضوش يدوا مستحقاته. النادي ده على فكره اوعوا تفتكروا ان الهبوط اتلغى عشان الاسماعيلي، الهبوط اتلغى عشان مودر. فيطلع بعد ما عملوا برومو للبرنامج فجاه قالوا لا مش هتطلع في البرنامج، البرنامج اتلغى. مين اللي عنده السطوه انه يعمل كده؟ مين عنده السطوه انه يكلم برنامج يلغي ظهور لاعب عايز يطلع يقول الحقيقه؟ مين اللي عنده السطوه في تكتيم الافواه؟ مين هنفضل طول عمرنا ما ينفعش المساس باسم النادي ده، ولا حد يجيب سيرته، ولا حد ينتقد، ولا حد يقول عليه مش ناجح، ولا حد يقول عليه فاشل؟ منين السطوه دي؟ منين الهجوم دايما ودايما نشر اي حد بيتكلم عن اي نادي عشان يبان ان هو النادي الوحيد اللي ليه مشاكل، النادي الوحيد اللي رموزه كويسه، النادي الوحيد اللي محدش يقدر يجيب سيرته؟ المبادئ، القيم، اللعيبه، الرجاله. واي نادي تاني لا، لمصلحه مين؟ وانتوا فاكرين انه لما هيجي الدوري ان دي هتبقى منافسه؟ يعني انتوا فاكرين على راي كابتن مدحت شلبي طلع كده، شفت له فيديو على فيسبوك بيقول يا جماعه عايزين بقى نشوف منافسه. هي دي هتبقى منافسه؟ يعني لما نبقى عارفين مين هياخد، يعني زي ما طلع كده بلال قال لك اتحدى ومش هطلع في اي برنامج تاني لو حد خد الدوري غير النادي اللي هو الاحمر. اولا انت لو ما طلعتش في اي برنامج تاني يعني ما اعتقدش ان الناس هتتاثر صراحه، المشاهده مش بالملايين يعني. انت بتقول كده من باب انك عارف، ما هو نادي اتغير له لوائح، النادي الوحيد اللي على مستوى العالم لما انسحب ما اتخصمش منه 6 نقط، اتخصم 3. فانت متاكد ان حتى لو الانديه التانيه سابقاه هتحصل اي حاجه وهياخد البطوله دي. وهم بيقولوا البطوله دي بتاعتنا، خدوا انتوا اي بطولات تانية عشان احنا نفضل نلعب في ابطال ونلعب كاس العالم للانديه. انتوا شايفين ان دي منافسه؟ انتوا شايفين المنظر ان كنتوا لاغين الهبوط والفرق برضو بتلاعب بعض؟ انتوا شايفين ان دي رياضه؟ شايفين دي سمعه للكوره المصريه؟ انتوا شايفينها سمعه للكوره المصريه؟ انتوا بجد مقتنعين ان اللي بيحصل دوري معروف هيروح لمين واللوائح هتتغير له والدنيا هتتظبط له؟ ايه ده؟ انتوا عايزيننا نتفرج على ايه؟ يعني انتوا عايزيننا نتفرج على ايه؟ زي بالظبط لما قالوا اصل الزملكاويه زعلانين قوي قوي ان رئيس النادي بتاعنا راح زار القطاع منتخب الناشئين. لا احنا بنتكلم بالعقل والمنطق. لما حد يروح يزور لعيبه عندها 17 سنه، اولا الجيل بتاع 17 سنه ده ما شافوش اصلا المباريات دي ولا يعرفوا اصلا، يعني ما يعرفوهمش. فالنهارده لما تجيب حد يدي، يا اما يكون لاعب عمل حاجه المنتخب، يا اما مدير فني كان سابق للمنتخب، عشان اطلع اقول خبراتي في ان النشء ده يطلع. انا مش عامل مدرسه كوره فطلع اقول للولاد يا جماعه العبوا حلو وبتاع عشان كلكم في الاخر هتروحوا تلعبوا في النادي بتاعي. لا. فانت طالع النهارده هتقول لهم ايه؟ انا نفسي افهم برضو يعني ايه النصيحه بقى؟ العب واتعب، واي فرصه تجيلك بزياده في العقود روح، لو جالك فرصه تفسخ عقدك روح،
لو جالك فرصه تروح عن طريق كوبري روح. معلش انا اسفه يعني، ده كابتن حسن شحاته خد 3 بطولات افريقيا ورا بعض، هو اللي صنف المنتخب المصري رقم 1 في المنتخبات العربيه. فالنهارده لما يجي هو اللي يقول للعيبه، هيقول لهم النصائح اللي كان بيقولها لعيبته في المنتخب: العبوا باسم مصر، اجتهدوا، اعملوا. هيقول نصيحه عملها، احنا ما اتضايقناش، بس احنا بنقول ليه؟ ايه اللي هيتقال؟ ايه النصيحه؟ حد يقول لي برضو ايه يعني ايه الخبره؟ ايه يا جماعه؟ الناس دي اعتذرت من سنه كام؟ طب على الاقل كابتن حسن شحاته مسك المنتخبات، كان لحد قريب والناس عارفه ان مصر خدت بطوله افريقيا، وانه هات لعيب كبير معروف لعب في المنتخب وعمل انجازات وعمل، فيقول لهم خبرته. لكن انتوا بتعملوا ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ ما تفهمونا بالظبط، ما تفهمونا بالظبط. هو النادي ده معمول عشان يهد كل الانديه، عشان ياخد كل الصفقات اللي اي نادي؟ هتقول لك حامد حمدان محدش اتدخل، لعيبه للزمالك تحاول تتفاوض معاها مفيش، وانت داخل في السكه. طب ايه؟ طب ايه؟ وبعدين يرجع يقول لك اصل نادي بيراميدز عايزين نعرف الاموال، نادي زمالك ويخطف الصفقات، بيهاجموا الاعلام. واحنا هنعيش في العبث ده لحد امتى؟ هو احنا مش من حقنا نتفرج على كرة قدم؟ احنا مش حقنا نتفرج على منافسة؟ هو النادي ده مش زي اي نادي في الدوري لازم يتهاجم وينتقد؟ هو رئيس النادي بتاعهم ده مش زي اي رئيس نادي ممكن حد يتكلم عنه ويهاجمه وينتقده؟ اللي يجيب سيرته لازم يتقدم للتحقيق ويتشطب عضويته. ده عشان ايه؟ ده عشان مين وليه؟ علشان ايه ننام ونصحى اذاعه وتلفزيون وصفحات بتهاجم اي حد بيجيب سيرته، ومحمد عماره ومصطفى يونس واي حد لمصلحه مين يا جماعه؟ حد يقول لنا ليه؟ حد يقول لنا مين اللي ممكن يكلم حد يلغي برنامج انه يطلع عشان لاعب يطلع يشتكي؟ ليه؟ هل احنا هنشوف كرة قدم ونشوف لا النادي ده ما بيتحاسبش ليه؟ اللي بيعمله في خطف اللعيبه عيني عينك، والمبالغ الرهيبه اللي بتتعرض، اوعى يكون تفتكر انه بيروح لك عشان البطولات، هو بيروح لك عشان اللي انت بتقدمه مش طبيعي. انت بتقدم شنطه دولارات وملايين بتوصل لنص مليار يا عم، ده انت بس مرتبات بقول لك الاربع خمس لعيبه دول يعدوا المليار وحاجه، فانت عايز لعيب يشوف مليارات وملايين وفلوس وعربيات واعلانات وما يجيش؟ ده امام اقول ايه، ده امام لما فكر يجي الزمالك كتب على نفسه وصولات امان عشان كان بس هيلعب في نادي معروف. انتوا بتتكلموا ازاي؟ بطولات ايه؟ واصله بيجي عشان عندنا، واصله بيجي عشان الاسم والتاريخ. ما تقول لي انت خدت بطولات ايه السنه دي؟ دوري ب3 نقط مش من حقك. الزمالك خد الكاس وخد السوبر الافريقي، بيراميدز خد بطوله افريقيا، انت بملايينك دي كلها يا ابني. الدوري ده انا بقول لك اهو، ده بيبقى تفصيل. اقسم بالله الناس بتتفرج على الماتشات، انا بتفرج على الزمالك عشان استمتع بفرقتي، لكن انا عارفه النهايه ايه. احنا عايشين في عبث، عبث. ولازم الناس دي بتطلع في الاعلام ازاي وبتهاجم ازاي، والصبح والظهر، واللجان اللي على السوشيال ميديا دي ازاي ما يا جماعه ده مؤشر مش مظبوط يا جماعه، هو مش فوق الجميع يا جماعه، لازم يبقى فيه محاسبه. هو كلمه من الاخر، الزمالك لو مش صح ما كانش يتهاجم ليل نهار، ما كنتش تنام وتصحى يا عم. ده انت بتتكلم على زمالك، ما بتتكلمش على اوضه اللبس عندك يا عم. اللعيبه مش راضيه تجدد يا عم، وسام مش راضي يرجع، مروان عطيه مش عايز، دفعت في احمد رضا 50 مليون وانت اصلا مش عارف هتقعد اللعيبه. انت جبت محمد شريف وانت مش محتاجه. انتوا في عبث. بس اقول ايه؟ من امن العقاب. انتوا كملوا. بس انا عايز اقول لكم حاجه، الزملكاويه بتحب الزمالك، الزملكاويه بتشجع الزمالك. احنا مش جماهير، احنا عاشقين. بس احنا نفسنا نفهم القوه دي منين. بس يعني ايه لما حد يجيب في سيرتهم يتحاكم ويتحاسب وتتشطب عدوته؟ يعني ايه عندهم السوشيال ميديا والتلفزيون والراديو والحاجات دي تحت امرهم يهاجموا اللي هم عايزينه؟ يعني ايه واحد كان عايز يطلع يشتكي نادي في برنامج، البرنامج يتوقف؟ يعني ايه سامحين لنادي بيخطف اللعيبه عيني عينك وبيكسر المنافسين بتوعه؟ بس احنا عايزين حساب، عايزين يتقال ان كل الانديه واحد، لكل رؤساء الانديه واحد، ان الاعلام محايد في كل القنوات. بس لكن الزمالك اكبر قلعه رياضيه،
والزمالك هو نادي المبادئ والقيم والاحترام والمنافسة الشريفة. الزمالك هو صانع النجوم، هو صانع النجوم. احنا ما بنجيبش الحاجة جاهزة، احنا اللي بنصنعها. شوف اللعيبة اللي كانت عندنا ايه وبقت ايه. انت بتشتري على الجاهز، بتشتري حتى لو مش محتاجهم، انت بتشتري نتاج ثمارنا، ودي مش شطارة خالص. انت مش شاطر، انت مش شاطر. اللي يشتري حاجة بفلوس هتبيعه عشان الفلوس. حبايبي، الزمالك أكبر قلعة رياضية، وهنفضل طول عمرنا بنعشق الزمالك، وهنفضل طول عمرنا ندافع عن الزمالك. وثقوا تماما الزمالك هو اللي صح، وإن الحق لازم هو اللي هينتصر، وربنا يمهل ولا يهمل. سلام.